على بعد حوالي 2 كيلومتر من هضبة الجيزة اتبنى متحف. المتحف ده بناؤه تم في 20 سنة. هو أكبر متحف مش بس في مصر، ولكن في الشرق الأوسط كله، المتحف المصري الكبير. تعالوا النهاردة في الفيديو ده نعمل جولة ونعرف كتير عن تاريخ وتصميم المتحف، وهنشوف مفاجآت تانية كتيرة جوه. خليكم معايا. لو أول مرة بتشوفوا القناة، أنا مرشدة سياحية وبعمل جولات وفيديوز عن أماكن سياحية وأثرية في مصر. لو عجبتكم فكرة القناة اضغطوا دلوقتي على سبسكرايب عشان توصلكوا كل الفيديوز اللي ممكن تكونوا بتدوروا عليها، وتقدروا تختاروا بسهولة من القناة من البلاي ليست أي فيديو انتوا حابين تشوفوه، أو بتكتبوا في السيرش اسم الفيديو اللي حابين تشوفوه وكلمة ايجيتورينا. وما تنسوش تفعيل الجرس علشان تقدروا تشوفوا الفيديوز اللي بتنزل أول بأول. المتحف مفتوح كل يوم من 9 الصبح لحد 4 مساء، لكن يوم الجمعة والسبت المتحف مفتوح من 9 لحد شباك التذاكر بيقفل 6 مساء. وهنا عندنا أول بوابة للدخول، بنعمل منها اسكان للشنط، وبعد كده بنمشي شوية صغيرين بنلاقي البوابة التانية عشان بنعمل منها سكان للتيكت بتاعتنا ونقدر ندخل المتحف من جوه. سعر التيكت للمصريين 150 جنيه، ولو حابين تشوفوا عرض توت بتدفعوا 200 جنيه. عرض الملك توت عنخ امون ده طبعا اشهر ملك في مصر، وهنشوف العرض بتاعه كمان جوه. بالنسبة للطلبة بيدفعوا هاف تيكت بتبقى 75 جنيه، بشرط ان هم يكون معاهم كارنيه ان هو يثبت ان هم طلبة. لما بنعدي البوابة التانية بنلاقي اوبن كورت مفتوحة كده كبيرة. دي بنلاقي فيها مسلة هحكي لكم عنها في اخر الفيديو. لكن دلوقتي انا مركزة على الواجهة اللي قدامنا الجميلة دي. التصميم هنا تصميم رائع، وكان في تنافس كبير ما بين شركات مختلفة، شركات عالمية، علشان يوصلوا لتصميم يليق بالمتحف هنا. وفي الاخر تم تصميم المتحف بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هو طبعا عشان قريب من هضبة الجيزة، فبنلاقي كل الواجهة بتاعته اخدة شكل الاهرامات، ودي نظرية بتعبر عن الاهرامات ان كل هرم بيكون جواه هرم تاني الى ما لا نهاية. اللي قدامنا ده هو المدخل الرئيسي للمتحف، واخد برضو شكل الهرم، وبنلاقي ان هو مسنود على اعمدة. الاعمدة دي لما بنقرب شوية بنلاقي لونها اسود، وهنا بنلاقي كمان مكتوب عليها اسم مصر بكل لغات العالم. اهم حاجة كانت بتميز اسماء الملوك في مصر القديمة ان هم كانوا بيكتبوا اسمائهم داخل الخراطيش. عندنا قدامنا مجموعة كبيرة جدا من الخراطيش، وكل خرطوش هو خاص باسم ملك واحد. واشهر الملوك اللي مكتوبة هنا هو طبعا توت عنخ امون ورمسيس الثاني. تعالوا دلوقتي ندخل المتحف علشان نتعرف عليهم. تمثال عمره 3200 سنة هو التمثال اللي قدامنا ده، الخاص بالملك رمسيس الثاني. بنلاقي التمثال عند المدخل وكأنه بيستقبل كل الزوار اللي جايين يتفرجوا ويستمتعوا بتاريخ مصر القديمة. رمسيس الثاني هو أشهر ملوك الدولة الحديثة، هو الملك الثالث في الأسرة 19، وحكم مصر في ظروف صعبة وكانت معظمها حروب. ولأنه كان قوي وعنده ذكاء شديد فهو قاد الجيش لحملات عسكرية كتيرة، قدر بيها ان هو يدافع عن وطنه وأرضه. عشان كده بيسموه الأجداد باسم رمسيس العظيم أو الجد العظيم. واشتهر بعدة حملات عسكرية في بلاد كتيرة زي الشام وكنعان والنوبة، وكمان ضد الحيثيين والليبيين. عمل أول معاهدة سلام في التاريخ بينه وبين الحيثيين. المؤرخ اليوناني مانيتون قال ان هو حكم مصر لمدة 78 سنة، واتدفن في وادي الملوك، وبعد كده الموميا بتاعته اتحفظت في خبيئة وادي الملوك. وبعد كده
اتنقلت للمتحف المصري، وبعد كده اتنقلت للمتحف الجديد في الفسطاط اللي هو متحف الحضارة. وتقدروا تشوفوا فيديو عن جولة في متحف الحضارة في القناة هنا، أو تختاروها من البلاي ليست. والموميا بتاعته اتلقيت سنة 1881، والمقبرة بتاعته موجودة في وادي الملوك، تقدروا تشوفوها في منتهى الجمال. للملك رمسيس الثاني بنى لزوجته نفرتاري اللي هي جميلة الجميلات، بنى لها معبد جميل جدا في أبو سمبل، والمعبد ده منحوت في الصخر، وبتتعامد عليه الشمس مرتين في السنة، في يوم ميلاد الملك ويوم تتويجه. ودي تعتبر ظاهرة نادرة جدا، وأنا كنت عامله لكم فيديو عنه حلقة قبل كده، تقدروا تشوفوها هنا في القناة. ونفس الفكرة دي اتطبقت هنا في التمثال، ان التمثال ده بتتعامد عليه الشمس في نفس التوقيت في ميلاد الملك وتتويج الملك، من خلال نافذة صغيرة بتدخل منها الشمس، والنافذة دي هوريها لكم دلوقتي. شايفين قدامنا في نافذة صغيرة على اليمين مميزة، دي اللي بيتعامد منها الشمس في ايام التتويج وايام ميلاد الملك، يوم 22 اكتوبر و22 فبراير. ودي ظاهرة نادرة جدا، وكانت موجودة في المكان الأصلي بتاعها في معبد أبو سمبل، واتكررت هنا في المتحف الجديد. لمحبي الملك توت عنخ آمون، المتحف هنا بيضم أكبر عدد من المقتنيات الخاصة بالملك، وفي عرض شيق جدا 3D هنتفرج عليه بعد ما نتفرج على البازار. تعالوا دلوقتي اخدكم نشوف البازار الجديد اللي معمول هنا، ونشوف اهم السوفونيرز اللي موجودة فيه. لو انتوا حابين تشتروا اي سوفونيرز لاصحابكم او قرايبكم، او لو عندكم صحابكم جايين يتفسحوا هنا في مصر، تقدروا تفرجوهم هنا في المكان ده، هتلاقوا هنا موجود كل حاجة. لكن الاسعار هنا سياحية. احنا هنا دخلنا البازار، بنلاقي هنا مجموعة من الكتب والعاب الاطفال اللي متصممة باشكال مصرية قديمة، وكتب هنا للاطفال برضو وللكبار مكتوبة بلغات مختلفة. بتلاقي عدد كبير وكتب في جميع المجالات. وهنا برضو عندنا كولكشن كده من لعب الاطفال، وده تمثال رمسيس الثاني اللي شفناه عند المدخل. السوفونيرز اللي هنا موجودة بشكل مختلف وجديد، بنلاقي أشكال كتيرة للميداليات معمولة بماتيريال مختلفة، من ضمنها برضو بنلاقي الخشب. هنا في مجموعة من البورتريه لأشهر الآلهة زي حورس، وهنا صورة توت عنخ آمون مع زوجته. هنا بنلاقي أشكال من الأقلام، وبنلاقي كمان مجموعة من الصابون اللي معمول من مواد طبيعية كلها. في مجات، وفي كمان هنا زيوت طبيعية. وفي تشكيلة كبيرة من الشنط. البازار كبير زي ما احنا شايفين، وقدامنا في مجموعة كوليكشن خاصة بالملك توت عنخ آمون، وقدامنا في الخنجر بتاعه واللي بيحب الملك توت عنخ آمون هيلاقي هنا مقتنيات كتيرة من بتاعته، لكن متشابهة كأنها حقيقية.
زي ما احنا شايفين في مجموعة كبيرة من السكارفات، ماتيريال بتاعتها كويسة جدا، وبنلاقي كمان مجموعة من الشوزات والشنط. هتلاقوا هنا ملابس بستايل مصري ومعمولة من القطن، وفي مجموعة هنا من الألباستر للشمع. هتلاحظوا ان السوفونير اللي موجودة هنا زي ما احنا شايفين هي سياحية اكتر، لان المتحف هنا بيتزار من سياح كتيرة على مستوى العالم، والتركيز هنا في المتحف على مقتنيات الملك توت عنخ آمون. ليه؟ لان المتحف هنا بيعتبر ان هو اول متحف يعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملة، او بشكل كامل، لدرجة ان هم وصلوا لاكتر من 5000 قطعة موجودين هنا في المتحف. ولما يتم بناء المتحف اكتر هعمل لكم فيديو تاني عشان نشوف باقي الاجزاء. لكن دلوقتي خلونا كده بعد ما خلصنا البازار واتفرجنا عليه، تعالوا دلوقتي ندخل قاعة العرض التفاعلي الخاصة بالملك توت عنخ آمون وهنشوفها عاملة ازاي. اللي شفناه ده كان رحلة عبر الزمن، رجعنا فيها أكتر من 3000 سنة لورا عشان نشوف قصة الملك توت عنخ آمون. وده كان عرض تفاعلي بزاوية 360 درجة، ومدته بتكون 30 دقيقة، والعرض كامل هعمله لكم في فيديو لوحده. هنرجع تاني عشان نتفرج على باقي أجزاء المتحف. ولأن اسكندرية كان ليها شهرة كبيرة في العصر البطلمي وكانت عاصمة مصر في وقت من الأوقات، فهنا في المتحف بنلاقي تماثيل معروضة بتعبر عن مدينة اسكندرية. قدامنا في تمثالين، التمثالين دولت اكتشفوا تحت المية في مدينة هيراكليون، بقايا المدينة الغارقة واللي غرقت في القرن الخامس قبل الميلاد. عامله لكم عنها حلقة مخصوصة، وكمان فيها أحدث الاكتشافات اللي اتلقت من فترة قريبة. التمثالين دول بيعبروا عن ملك وملكة من العصر البطلمي، والملامح بتاعتهم بيمتزج فيها الفن المصري مع الفن اليوناني. المتحف هنا هو أكبر متحف موجود في مصر والشرق الأوسط كله، وهيعرض أكتر من 100 ألف قطعة أثرية. دلوقتي احنا قدامنا وصلنا عند الدرج العظيم، وهنا بيتعرض مجموعة من التماثيل بطريقة مختلفة أول مرة تعرض. عندنا آخر الدرج ده بنلاقي منظر جميل جدا للأهرامات، منظر بانوراما. والدرج ده بيتعرض فيه مجموعة كبيرة من التماثيل
الخاصة بملوك وملكات وكمان آلهة، وبيتشكلوا هنا بمناظر مختلفة. الدرج العظيم متقسم لكذا موضوع. الموضوع الأولاني في اللي احنا واقفين عنده هو تعبير عن الهيئة الملكية للملوك. ففي الجزء الأول هنا عندنا كتير من الملوك المشاهير في الدولة الوسطى والدولة الحديثة، وتم عرضهم هنا بطريقة ملكية علشان يبينوا لنا الهيئة الملكية الخاصة بالملك كانت عاملة ازاي. من أهم الملوك اللي موجودين هنا عندنا تمثال الملك إمنمحات الثالث، وعندنا تمثال للملكة حتشبسوت، وكمان تمثال الخاص بسنوسرت الثالث والملك سيتي الأول. احنا هنا دلوقتي داخلين على الدور التاني او الدرج التاني موجود فيه اماكن العبادة. بيبين هنا بقى ازاي تم بناء المعابد بمختلف انواعها، وان بيتم تتويج الملك من خلال المعبد، لان المعبد ده كان بمثابة السكن الخاص بروح الاله. عشان كده في مصر القديمة تم بناء كتير من المعابد، ده غير كمان المعابد المتهدمة، لأن المعابد دي كان بيسكن فيها الإله، وكان في علاقة قوية جدا ما بين الشعب والإله والملك في مصر القديمة. والإله ده كان طبعا بيكون حد مهم جدا، لأنه بيتعلق من خلاله شؤون كتيرة بالنسبة للشعب، زي النيل، الصحراء، العالم الآخر. كل الأشياء دي متعلقة بالإله وكمان الملك. لما بنيجي نطلع الدرج بنلاقي تماثيل اختلفت. عندنا تماثيل اللي قدامنا هي عبارة عن ملوك مع المعبودات او الالهة. عندنا التماثيل دي بتعبر ازاي ان الملك كان بياخد الحكم بتاعه من خلال الاله، وعشان كده هما متصورين مع بعض. اخر مرحلة في الدرج هي مرحلة الوصول للحياة الابدية، وهنا بنلاقي ان المصري القديم اهتم جدا بالبعث والخلود، عشان كده كان بيحافظ على الموميا بتاعته لحد ما يوصل للعالم الآخر، وكان بيتدفن يا إما في الأهرامات أو في المقابر الملكية الخاصة بيهم. أول ما بنخلص الدرج العظيم بنلاقي من خلال الإزاز اللي قدامنا منظر بانورامي جميل لمنظر الأهرامات الثلاثة مع بعض، وكمان المنظر ده أول مرة يتعمل متحف بيطل على الأهرامات، وفي المستقبل هيتم ربط الأهرامات بالمتحف، وهيكون في تطورات كتيرة هنتابعها مع بعض واحدة واحدة هنا في القناة. بعد ما بنخلص الجزء ده فبننزل تاني على الدرج او بننزل على السلم. لو حد مش قادر ان هو ياخد الطريق ده فبنلاقي فيه سلم كهربائي بيطلع او بينزل على الدرج العظيم. بنلاقي كمان قدامنا هنا في الماكت بتاع المتحف كله، منطقة الاهرامات كلها وهضبة الجيزة مع المتحف. بعد كده بقى دلوقتي تعالوا ناخد السلم وننزل، علشان لسه كان في جزء فاضل بره. المسلة اللي قدامنا دي هي أول ميدان للمسلة المعلقة. المسلة دي خاصة بالملك رمسيس الثاني واسمه موجود فيها. المسلة دي تم نقلها على أجزاء مختلفة، لأن وزن المسلة دي لوحده كان 110 طن، وبعد كده لقوا ان اسم الملك موجود في قاعدة المسلة، عشان كده حاولوا ان هم يخلوا المسلة متعلقة علشان نقدر نشوف اسم الملك منها. والمسلة دي متعلقة على أعمدة وزنها حوالي 300 طن، وكمان موجودة أو يعني متعلقة على لوح زجاجي عشان يكون شفاف فنقدر نشوف منه اسم الملك. يمكن تصوير المسلة هنا شوية من بعيد، عايزة اقول لكم ان الاوبن كورت هنا كبيرة جدا، وتقدروا تاخدوا عربية جولف كار زي بالظبط اللي موجودة في متحف الحضارة، لو انتم مش قادرين تمشوا المسافة دي كلها. لكن انا ما خدتهاش علشان اقدر اوصل لكم كل حاجه هنا بالتفصيل. عايزه اقول لكم كمان ان الفيديو ده صورته في يوم كان درجه الحراره فوق ال 43، وانا هنا حبيت ان انا اوصل لكم كل حاجه بالتفصيل. فاتمنى ان انتوا تقدروا المجهود اللي في الفيديو هنا، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. على الاقل تضغطوا لايك، واللي عجبه القناه يعمل سبسكرايب، واكتبولي تحت رأيكم في الفيديو، ايه رأيكم فيه، وايه رأيكم في المتحف، وايه اكتر حاجات عجبتكم والحاجات اللي ممكن ما تكونش عجبتكم. ولو حابين تشوفوا اي اماكن جديدة اكتبوها تحت في الكومنتس. وانتظروا ان شاء الله حلقات تانية كتيرة عن اماكن سياحية حلوة في مصر. شكرا لمتابعتكم.